مساء الورد عليك. وصلنا كلنا خبر موت الفنان مصطفى درويش، ودي حاجة زعلت ناس كتيرة جدا جدا، سواء كانوا من محبينه أو كانوا ما يعرفوش. لأن خبر موت الشباب فجأة فدي حاجة بتبقى صعبة جدا، وبالذات على الناس اللي يعرفوه. بس في حاجتين أنا عايز أعلق عليهم. أول حاجة، مش لازم نطبق حرفيا المثل بتاع لما يروح المقبرة يبقى في مش عارف ايه سكرة. ليه ما نعرفش الناس اللي احنا بنحبهم ان احنا بنحبهم هم على قيد الحياة؟ مش لازم نستنى لحد لما فلان يموت عشان نقول ده كان حبيبي، ده كان طيب، ده كان مش ده كان اخويا. شفنا كذا فنان طلع تويته قال، وطلع تصريح قال انه كان زي اخوه، انه بيعامله كويس، انه. طب احنا ليه يا جماعة ما شفناهوش في الحقيقة، في الريال لايف قبل ما يموت؟ ليه ما نعرفش الناس اللي احنا بنحبهم قبل ما نفقدهم للابد؟ فدي حاجه من الحاجات اللي انا فعلا ما بحبهاش. يا جماعه عرفوا الناس اللي انتوا بتحبوهم ان انتوا بتحبوهم وهم عايشين، قبل ما يروحوا بقى لمصيرهم الاخير وما نشوفهمش تاني. الحاجه التانيه اللي انا حابب اعلق عليها، المنظر البشع اللي حضراتكم شايفينه في الصوره دلوقتي. ايه ده؟ انت في عزا، انت في دفنة واحد، ابتسامتك اللي من الخد للخد دي طالعه ليه؟ يا جماعه راعوا شعور الناس اللي فقدت ناس، واحد بيحبوه، واحد مات. انت ما عندكيش دم ومش حاسه بيه، ما تجيش. مش لازم عشان تلحقي الترند او عشان تلحقي صوره تبقي واقفه ومبسوطه قوي كده والابتسامه من الخد للخد. يا ستي عيطي بالزور، كشري اتضايقي، وبس كده يا سيدي. سلام.